تعال النهارده احكي لك حكايه صغيره. تخيل ان جزيره كامله كانت بتقدم بناتها قربان لعفريت البحر كل شهر، وده كان تقليد مرعب استمر لسنين طويله لحد ما ظهر راجل غريب. راجل قرر انه يوقف الكابوس ده للابد من غير جيش ومن غير سلاح، ولكن بقوة إيمانه وكلمات القرآن الكريم. القصة دي مش مجرد حكاية، دي حقيقة موثقة، وكانت سبب دخول الإسلام لجزر المالديف. إزاي الراجل واجه العفريت، وإزاي جزيرة كاملة غيرت دينها بسبب موقف واحد. استعد علشان تسمع معايا واحدة من أغرب القصص في التاريخ. جزر المالديف عددها حوالي 1190 جزيرة، دخلها الإسلام على إيد واحد رحالة مسلم مغربي اسمه أبو البركات يوسف البربري. أبو البركات وصل جزر المالديف سنة 1153 ميلادية، وكان شايل معاه رسالة الإسلام. أبو البركات كان داعية إلى الله وحافظ القرآن الكريم، وقدر يدخل جزر المالديف كلها في الإسلام، وكمان فضل عايش لحد ما مات هناك، وبيته وقبره لسه موجودين كمزار سياحي لحد النهارده، والناس بتزوره كنوع من انواع التكريم. والقصه دي حكاها ابن بطوطه في كتابه تحفه الانظار في غرائب الامصار وعجائب الاصفار، وقال انه سمعها من اهل جزر المالديف نفسهم، ومنهم واحد كان قاضي هناك لفتره طويله. اما عن بدايه القصه فابو البركات كان راجل مسلم وعابد وزاهد، وفي يوم من الايام ركب سفينه علشان كان مسافر لمكان معين، لكن الحظ ما كانش معاه. البحر هاج والسفينه غرقت، وكل اللي كانوا على السفينه حاولوا يتمسكوا باي حاجه تنقذهم. بعضهم مسك في حطام السفينه، ولكن للاسف كتير منهم ماتوا غرقانين. اما ابو البركات ربنا كرمه لانه كان بيعرف يعوم، وفضل يعافر في الميه لحد ما مسك في خشبه من بقايا السفينه ومسك فيها وسلم امره لله، ومشي مع الموج وهو مستني يشوف مصيره ايه. وبعد ليله طويله وعصيبه ابو البركات لقى نفسه قرب جزيره، وشاف بيت صغير على الشاطئ فراح ناحيته. والبيت ده كانت ساكنه فيه ست عجوزه، والست اللي رغم بساطتها استضافته احسن استضافه، قدمت له الاكل والمأوى ورحبت بيه كانه واحد من اهلها. الجزيره اللي وصل ليها ابو البركات كان اسمها المهل، وكانت واحده من جزر المالديف. الجزيره دي واهل الجزر كلها كانوا كفار ما يعرفوش حاجه عن الاسلام، والاغرب من كده كان عندهم كارثه بتتكرر شهريا. كانوا بيقولوا انه في عفريت من الجن بيطلع من البحر كل شهر، وكانوا مرعوبين منه لدرجه ان هم كانوا بيعملوا له طقوس غريبه علشان يرضوه. كانت عادتهم كل ما يظهر العفريت يدوا له بنت بكر من بنات الجزيره، كانوا بيزينوها ويلبسوها افخر الملابس، وبعد كده يحطوها في مكان زي معبد مبني على البحر، وكانوا بيسيبوا البنت هناك طول الليل ويجوا الصبح يلاقوها مقتوله، وفي علامات باينه انها تعرضت لحاجه مرعبه. الموضوع ده كان بيحصل كل شهر، واهل الجزيره كانوا بيعملوا قرعه بينهم وبين بعض، واللي يجي عليه الدور كان بيقدم بنته العذراء للعفريت، وده علشان يتقوا شره. كانت لعنه عايشين فيها، وكل واحد كان مستني دوره في المصيبه دي. وفي يوم من الايام دخل ابو البركات على الست العجوزه، ولقاها قاعده مع اهلها وبيبكوا بحرقه كانهم قاعدين في جنازه. استغرب وسالهم بتعيطوا ليه، ولكن محدش فيهم فهمه. وهنا جابوا ترجمان يترجم كلامه وكلامهم، والترجمان قال له ان المصيبه وقعت على العجوزه دي، وان القرعه وقعت على بنتها الوحيده اللي لازم تتقدم للعفريت الليله. الست كانت ملهوفه وما كانتش عارفه تعمل ايه، والبنت خلاص استسلمت لمصيرها المحتوم. وهنا ابو البركات خد قرار جريء جدا، قال لها بكل ثبات ما تقلقيش، انا هروح مكان بنتك الليله. وبما انه كان من غير لحيه فكان شكله ممكن يعدي على انه بنت من بعيد، وده اللي خلاه ياخد المخاطره دي من غير ما اي حد يشك فيه. وفي الليله دي اهل الجزيره اخدوا ابو البركات وهم فاكرينه البنت، ودوه المعبد، وابو البركات كان متوضي ومستعد للمواجهه. اول ما دخل المعبد قعد يقرا قران بصوت هادي لكن قوي، وفضل يقرا من غير اي توقف. وفجاه العفريت بدا يظهر من شباك المعبد، العفريت اللي كان مرعب، وبدأ يتحرك ناحية أبو البركات بكل بطء. لكن أبو البركات ما خافش وما تهزش، فضل يقرأ القرآن بكل ثبات. ولما العفريت قرب وسمع كلام الله سبحانه وتعالى صرخ وهرب وغاص في البحر. وكالعادة أهل الجزيرة يروحوا المعبد في الصبح علشان ياخدوا جثة البنت المسكينة ويحرقوها. طبعا بيبقوا معتقدين ان البنت ماتت، لكن المرة دي لما فتحوا الباب لقوا المفاجأة، لقوا الشيخ أبو البركات قاعد بيقرأ القرآن وهو سليم ومعافى. الخبر انتشر بسرعة، وأهل الجزيرة أخدوا بالبركات للملك شنورازة وحكوا له كل اللي حصل. الملك استغرب جدا وسأل الشيخ أبو البركات عن سره، فبدأ يعرفه بالإسلام ويشرح له إن كلام الله سبحانه وتعالى هو اللي خوف العفريت. الملك كان مذهول لكنه ما خدش قراره على طول، وطلب من أبو البركات إنه يقعد معاهم كمان شهر، ولو العفريت ما جاش الجزر كلها هتدخل الإسلام. وفعلا أبو البركات قعد في الجزيرة طول الشهر،
وفي اخر الشهر اخدوه للمعبد مره تانية. العفريت ما ظهرش، وابو البركات فضل يتلو القران لحد الفجر. الملك واللي معاه وصلوا للمعبد، ولما شافوا الشيخ ابو البركات كان بيقرا القران كانوا مبهورين. العفريت ما ظهرش، والملك واللي معاه هدموا الاصنام اللي كانت موجوده في المعبد. ومش بس كده، أهل الجزر كلهم أسلموا، والملك نفسه كان أول واحد يدخل في الإسلام. وعلشان يكرم اللحظة دي سمى نفسه محمد بن عبد الله، وده طبعا تيمنا باسم نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل ده كان بفضل الداعية الكبير أبو البركات المغربي. الملك بعد ما أسلم بنى مسجد كبير وسماه على اسم أبو البركات المغربي، وده كان تكريم وتخليد لذكراه. وناقش كل ده على لوحة خشبية ما زالت موجودة في المالديف لحد النهارده. الملك بعد إسلامه خصص ثلث من الأموال اللي بيجمعها لأبناء السبيل، وكأنه بيشكر أبو البركات في دوره الكبير لهداية أهل الجزيرة. الملك قرر يبني المدارس والمساجد في كل أنحاء دولته، وانتشر الإسلام بشكل سريع في جزر المالديف، وبقى الدين الإسلامي هو الدين الرسمي لأهل الجزر لحد النهارده. والأهم من ده كله إن أبو البركات ما كانش بيسعى للمال أو السلطة، وكان هدفه الوحيد هو نشر الإسلام بين الناس. ولم يذكر التاريخ انه اضر بحد من اهل الجزيره. قبر الشيخ ابو البركات البربري لسه موجود النهارده في العاصمه ماليه، واهل المالديف بيحترموا الشعب المغربي علشان اللي عمله ابو البركات معاهم. على ايد ابو البركات المغربي تم دخول الاسلام واللغه العربيه للمحيط الهندي لاول مره في التاريخ. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد عوض، واستنوني الحلقه الجايه. سلام.